نروح بقى نخش على كأس العالم. كأس العالم والمغرب. المغرب النهارده بيكسب بلجيكا، واحنا على اعتاب انه وارد يبقى فيه فريقين عرب، فرقتين عرب في دور ال16. المغرب طبعا عنده فرصه كبيره جدا، والسعوديه عندها فرصه كبيره جدا جدا. المغرب النهارده بيكسب بلجيكا عن طريق السهل الممتنع، هدفين كده أزأزة زي ما بيقولوا. يعني المغرب النهارده عمل مع بلجيكا واجب سريع، واجب سريع، فروقات كبيره قوي، امكانيات كبيره قوي، ثقه كبيره قوي. مجموعه طبعا مولعه، مجموعه مولعه. المغرب راحه تقابل كندا. حطوا لي تاني يا جماعه المجموعه بعد اذنكم. المغرب راحه تقابل كندا، المغرب هتقابل كندا، وبلجيكا هتقابل كرواتيا. طبعا حطوا بقى اي سيناريوهات حضراتكم عايزينها. يعني كرواتيا والمغرب 4، تعادل المغرب يوصلوا ل5 نقاط مع كندا. كندا انسوا ما عندهاش فرصه خلاص. كندا المغرب عنده فرصه. بلجيكا لو كسب يبقى 6. المغرب لو كسب كندا صعد، وكرواتيا لو كسبت بلجيكا صعدت خلاص دايركت. اي بقى احتمالات تانية دور على النتائج. المغرب النهارده بيسعد جمهوره. المغرب النهارده الحقيقه في وجود اشرف حكيمي بيعمل مباراه كبيره جدا جدا جدا. وافضل واكتر حاجه النهارده نقف قدامها، اكتر حاجه نقف قدامها درس نستفيد منه، ان اي منتخب كبير لازم يكون عنده 2 حراس مرمى على نفس الكفاءه. ياسين بونو هو حارس مرمى المنتخب المغربي. ياسين اسم كبير جدا جدا، هو النهارده بيسخن داخ. ياسين بونو حارس المغرب، وهو بيسخن النهارده بيعمل احماء داخ. اما داخ ياسين بونو النهارده، اما حصلت له دوخه، اضطر النهارده الركراك ان هو يغاره. بصوا المشهد، ادي اللقطه، ادي اللقطه. طبعا في اي منتخب مش منتخب كبير، حط ايدك على راسك زي ما كيروش كده عمل، فاهم؟ دي مش اصابه، ده لسه الراجل بيقول يا هادي. ودايما المنتخبات ال2 حراس ما بيبقاش المسافه قريبه مهما تكون. بس بصوا بقى، واضح ان الركراكي مجهز منير المحمدي، مجهزه ومشتغل معاه بشكل كويس، لان ولا اي حاجه غيره. ابتدى يتكلم معاه، اصحى فوق، ما تقلقش، الامور ماشيه بشكل كويس، ودفع بيه من بدايه المباراه. اي حد بيتفرج على المباراه او جمهور المغرب يقول لك خلصت. الحارس اصلا اما بيصيب في المباراه كله بيحط ايده على قلبه. الحارس الاساسي ده الراجل وهو بيسخن داخ، فالاحتياطي هو اللي بادئ وبيلاعب بلجيكا، بس مع منتخب المغرب الكبير، منتخب المغرب اللي كله ثقه، منتخب المغرب اللي شغال بقاله سنين. اداء الحقيقه رائع جدا لجمهور المغرب، اداء رائع جدا للركراكي المدرب الوطني، اداء رائع جدا لمنتخب. بصوا اللقطه دي يا جماعه، بصوا البنت بتحتفل ازاي، ربنا يديك الصحه يا رب، والفرحه تخليها تقوم تمشي يا رب، يكون الكوره سبب كده في سعادتك وتقومي تمشي. لقطه اقسم بالله للتاريخ، ربنا يا رب يسعدك. والكوره كده، بصوا الكوره تحرك اي حاجه في الدنيا. المكسب وحب البلد وحب المنتخبات وحب كل واحد لوطنه يحرك اي حاجه في الدنيا. سلام عليك يا محمد يا نصر، لقطه الموسم والله. ربنا يا بنتي يديك الصحه يا رب، ونشوفك كده خفه وتمشي الامور. بصوا احتفال البنت عامله ازاي، بصوا الفرحه وانت بتفرح. وارد يحصل اي حاجه، وارد تعمل اي حاجه، وارد منتخب بلدك يكون سبب ان انت يعني يعود بيك الصحه من جديد وتقوم من جديد. يا رب يا رب يا رب يا رب يديك الصحه يا رب، ودايما كده تفرحي وتتبسطي وتتنططي وتعملي كل اللي نفسك فيه يا رب. يعني بتبقى لقطه صعبه، ولكن يا رب يشفي يا رب كل الناس، ويعني يسعد كل الناس، ويخلي كده كل الاطفال يا رب بصحه كويسه. طيب كنا بنقول ايه الصيف. طيب كنا بنتكلم على منتخب المغرب. معلش اصل انا يعني الحاجات دي بقف عندها شويه.
مبروك لمنتخب المغرب. منتخب المغرب منتخب كبير جدا جدا، شرفنا وشرف العرب. ان شاء الله باذن الله يبقى في دور 16 هو ومنتخب السعوديه. ركراكي عمل مباراه كبيره جدا. بصوا بقى اللقطه دي اشرف حكيمي. اشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، واحد من افضل اللاعبين في العالم. والدته بتروح معاه كل حته، حتى هو بيكسب افضل لاعب صاعد في افريقيا والدته معاه، حتى وهو في كاس العالم والدته معاه. وش السعد عليه، وهي الخير وهي البركه. وأما كان بيلعب في ريال مدريد كانت معاه، وأما كان بيلعب في انتر ميلان كانت معاه، وأما راح دورتموند كانت معاه. لفت معاه العالم كله. هو لعيب صايع، لعيب صايع وفاهم، صايع كوره باللفظ. يعني ايه صايع كوره؟ عارف ان الست دي طول ما هي بتدعي له، عارف طول ما هي راضيه عنه، هو في حته تانيه خالص. احب انا الناس دي قوي، احب الناس دي قوي. وطلع هو ولاعيبي الفريق واحتفلوا معاها، مفيش حاجه خالص. كل حاجه بنسمع عنها مش موجوده، مش موجوده. والدته معاه، اسرته معاه، ولاده معاه. الكلام بتاع اقفل على المعسكر، سوجر المعسكر، الحاجات دي مش موجوده، مش موجوده. عشان ناخد الدروس، عشان كلنا بنتعلم مع بعض. احنا ما بنديش دروس لبعض، احنا كاعلام وكصحافه وككل الناس، احنا بنتفرج على المشاهد ونتعلم مع بعض. الكلام اللي انا بتكلم عن نفسي، الكلام اللي انا كنت بنتقد فيه في ناس وفي معسكرات وفي قصص، اكيد بعد اللقطات دي هغيره. اكيد الحاجات دي مش هي السبب، اكيد مش العالم كله بيتحرك بشكل او باتجاه معين وهي دي المشكله. لا، هي مش المشكله. التركيز ملوش علاقه باسرتك، وملوش علاقه انك تقفل معسكر وما تشوفش حد لمده شهر ونص. الكلام ده خلص من العالم كله. لقطه اشرف حكيمي مع والدته هي لقطه يفتخر بيها، هي لقطه بيصدرها للعالم كله، هي لقطه عايز يقول لهم انا سبب وجودي النهارده هنا في كاس العالم في الدوحه، سبب وجودي في كل الانديه الكبيره اللي انا لعبت فيها هي والدتي. يطلع يحتفل معاها ويبوس راسها، وهي تبقى كلمة السر. تحية كبيرة لأشرف حكيمي على أدائه الرائع وعلى احتفاله مع والدته. على المصنف الثاني، رأيكم؟ والله رأيتنا هاي اليوم والله فرحة، اليوم عيد. الأخوة مرة وثانية وثالثة، اليوم عيد. نشكر اللاعب على المجهود اللي عملوا اليوم، نشكر المدرب لأنه مدرب كبير بزاف وعندنا فيه الثقة التامة. نشكر جميع المغاربه على مساندة المنتخب المغربي، وان شاء الله خير، ان شاء الله نفوزوا على كندا ونوصلوا النصف النهائي ان شاء الله. انا جد سعيد اليوم بفوز المغرب على المنتخب البلجيكي المصنف الثاني عالميا في تصنيف الفيفا، وان شاء الله المغرب حيعطي كثير وغادي يعطي بزاف ان شاء الله في المباراه الجايه تاع كندا. وهارد لك لكندا، وشكرا لقطر على التنظيم اللي جاي ان شاء الله راح نفوزوا عليه. نحن فزنا على الثاني في التصنيف عالميا، راح نفوزوا على اسبانيا والمانيا وكل. الحلو ان الجماهير المغربيه امس كانت تدعم منتخب السعوديه، واليوم انتم كنتوا مع المغاربه، فايش رايكم يا نجوى؟ والله نبارك المنتخب السعودي الفوز، المنتخب المغربي الفوز اليوم، باذن الله نفرح سويا بالتاهل لدور 16. Spain or Germany? Spain all the way. Score 2-0 for Spain. رايك بالاجواء اليوم؟ والله اجواء رائعه، واللي زادها جمال هو فوز المنتخب المغربي بهدفين. كنشكر اللعابه وكنشكر الركراكي، الحقيقه اللي لقى النواه ديال الفريق، وكما كنقول كلشي فرحان والمغاربه فرحانين كيساندوا السعوديه والسعوديين. الان الكل بعد ما يعني شاهدنا الفوز التاريخي للمنتخب المغربي والاحتفالات، الان الكل ينتظر مباراه المانيا واسبانيا. الكل العدد الكبير هذا، توقعك للمباراه حق المانيا واسبانيا؟ المباراه ستكون مباراه جد مغلقه صعبه جدا، لان المنتخب الالماني خسر في المقابله الاولى، يريد الفوز لانه اذا خسر اليوم فانه سيقصى مباشره. فعلى ما اظن بان المنتخب الالماني سيدخل المباراه بقوه وانه غادي يفوز. هذا هو التوقع ديالي. ان شاء الله اسبانيا تكسب. مبروك علينا، مبروك علينا، مباراة البداية مثل ايوه. مبروك علينا، هاتي البداية مثل ايوه. اذا مهيب
هكذا هي الأجواء هنا، الكل مستمتع، الكل ينتظر كذلك القمة المرتقبة بين المنتخب الأسباني والألماني. عودة إليكم في اليوم ما في شيء اسمه عربي، اليوم شيء اسمه المغرب. اليوم احنا كلنا مع سود الأطلس، نهنئ اخواننا المغاربه بهذا الفوز، وان شاء الله القادم افضل وافضل، وان شاء الله في الدور الثاني ان شاء الله المغاربه يوصلون للادوار المتقدمه. السلام عليكم. بحب احيي دوله قطر على هذا التنظيم الرائع والذي هو فخر للقطريين وللأمة العربية جمعاء، وأحب أن أهني المنتخب المغربي على هذا الفوز الرائع والكبير والمستحق، ونتمنى له التقدم للأدوار القادمة إن شاء الله. الأخ من ليبيا، حدثنا عن مشاعرك عن هذا الفوز المغربي، هل كنت تتوقعه؟ والله في الحقيقة نعم كنا نتوقع، لأن فريق المغرب فريق كويس، فريق مليح، يعرف يلعب كورة ويعرف يدور كورة مليح، وعندهم مدرب كويس الرقراقي. احنا جينا من ليبيا كلنا من نجم المنتخبات العربية الأربعة، إن شاء الله نشوفوهم. طبعا قطر للأسف إن قطر ما مش هتترشح، ولكن نتمنى توفيق للفرقة العربية الثالثة، وكل الشكر وكل التقدير والاحترام والود لدولة قطر اللي جمعتنا كلنا، جمعت العالم كلها هنا. وحتى اليوم قاعدين نباركوا لاخوتنا في المغرب، نقول لهم مبروك، يقول احنا مش المغرب، احنا مبروك للعرب كلها. فكل الشكر مرة ثانية لكل العرب، وإن شاء الله علاش لا نشوفوا العرب كلهم إن شاء الله في الدور الثاني بإذن الله. يعني كيف كان شعورك وأنت مغربي وأنت ترى هذا الانتصار لمنتخب بلادك على بلجيكا؟ طبعا أول شيء أحب أبارك للأمة العربية كلها، وأحب أبارك لأمي اللي قاعد تشوفني الحين. أنا كنت في الملعب، كانت أجواء خيالية، تنظيم رائع، صراحة فوز كان مستحق، ونشكر وليد الرقراقي ونشكر وليداته. بصراحة أتمنى إن شاء الله التأهل للمنتخب السعودي والمنتخبات العربية الباقية، ولكن كان فوز رائع، كان إحساس جميل جدا، وأتمنى إن شاء الله التأهل إن شاء الله في المباراة القادمة. كيف كان شعور المغاربة في الملعب بما أنك كنت موجود؟ صراحة كان في البداية كان توتر، كان خوف، لكن الهدف الأول أعطانا شوية ثقة، والهدف الثاني صراحة بعد الهدف الثاني كان إحساس خيالي، إحساس رائع، وخلاص طرنا بالفوز وطرنا خارج الملعب بالثقة، وإن شاء الله بالتأهل إن شاء الله. حدثنا كيف كان شعورك اليوم بانتصار المغرب؟ اليوم الحمد لله كنت حاضر المباراة، أنا فخور جدا بالمغرب، الحمد لله رب العالمين. يعني كان نفسنا قطر تفوز كمان، يبقى تكمل الفرحة العربية بالكامل. الحمد لله رب العالمين. يعني بجد اليوم فخور جدا ان انا عربي وفي قطر وبالمغرب وبكل العرب، الحمد لله رب العالمين. يعني هذه الأجواء اليوم كنت في الماتش الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن من السودان برضو جينا عشان نشجع فريق المغرب والفرق العربية تفضل. Where is De Bruyne? Where is Messi? Where is Messi? Where is De Bruyne? وين دي بروين؟ Where is Messi? Where is De Bruyne? You have De Bruyne? كيف شايف المنتخب السعودي الحين؟ De Bruyne? Where is De Bruyne? عمل المغرب على السعودية. كيف تشعر انت اليوم كعرب؟ Where is Messi? Where is De Bruyne? ما شفنا احد، لا ميسي ولا دي برويني. Where is them؟ ما فيش. اللي حصل دي بروين ولا ميسي طرش له اللوكيشن تكفون. نفسنا المنتخب التونسي ان شاء الله يعني المباراة الثالثة يعمل مباراة كويسة، مباراة عشان فرحة العرب تكتمل. بالنسبة للليبيين وانتم تشاهدوا هذه المنتخبات جيرانكم، المنتخب السعودي، المنتخب القطري، وجودك في قطر كزائر، حدثنا عن هذا. والله بأمانة الحمد لله كنا مش ضيوف في دولة قطر، كنا شعب. أمس مع جيراننا القطريين حضرنا ماتش الأرجنتين، إخوة رحبوا بنا بالقهوة والضيافة. اليوم الحمد لله كنا قلب واحد ودعوات متأكد من 22 دولة لأسود المغرب، كانوا قدها وكانوا أسود. فرحوا العرب بعد في الدور الثاني، يعني في شوية إخفاقات. نتمنى الأدوار القادمة مع أخوتنا التوانسة ومع أداء أفضل، يعني موفقين إن شاء الله. هذا حلم كأس العالم تحدثنا عنه طوال 12 عاما تقريبا، اليوم أصبح حقيقة في قطر. نعم. أنت كمواطن عربي ما شعورك بهذا؟ أنا سوداني من السودان، وشعور جميل جدا جدا، ومونديال رائع، مونديال يعني غمة في الروعة. والمغاربة الليلة زادونا فرحة زيادة عن اللزوم، والعرب أثبتوا تطور كبير جدا جدا في هذا المونديال، وإن شاء الله للتأهل للثلاثة منتخبات المغرب وتونس والسعودية بإذن الله، وعرض لك لقطر الدولة المستضيفة، وإن شاء الله من تقدم إلى تقدم بإذن الله. حنشوف المغاربة في أدوار متقدمة بإذن الله، بإذن الله. منتخب كبير. أنا مقيم هنا من 2010، حضرت لحظة الحصول على التنظيم،
والحمد لله وحضرت كل التغييرات في البلد بجد. يعني قطر تستاهل الخير بجد. يعني كل الاحداث بجد، يعني نفسنا نشوف هنا احداث، ونشوف نفسنا نشوف هنا الاولمبيات هنا، ونفسنا نشوف الحمد لله كاس اسيا ان شاء الله عن قريب ان شاء الله بجد. يعني قطر تستاهل الخير، وانا فخور للمواطن المصري مقيم على ارض قطر بجد، وشاهد على كل الاحداث والمشاريع اللي في الدوله كلها. الحمد لله بعملها. انا فني ديكور، اشتغلت في كل المشاريع الكبيره اللي بتاعه الدوله، اشتغلت في الملاعب، اشتغلت في الفنادق. الحمد لله بجد. يعني البلد دي تعبت واشتغلت على حالها عشان توصل للي وصلته النهارده، وكلنا فخورين بقطر. اسامه زهران من مصر. السلام عليكم. احنا والله احنا في السودان يعني بنرى انه تنظيم قطر لكاس العالم فرصه للغلابه. نحن الغلابه لقينا فرصه حقيقيه، كنا متابعين الحلم ده من لحظه اعلان قطر فايزه بتنظيم كاس العالم انه نحن نبقى جزء من البطوله دي. وزي ما انت ملاحظ الان معظم الشعوب العربيه بقى عندها شعور واحد ووجدان واحد، ونحن كلنا نرجع كعرب نكون مع بعض نشجع بعض. وان شاء الله في السنوات القادمه مع البطولات الكبيره دي ان شاء الله نقدر نفوز بواحده من البطولات. ونحن نعتقد انه قطر ادتنا فرصه انه نكون جزء من الحدث العالمي اللي اصلا نحن ما قدرنا نحضر. شكرا لك. اذا مهيب، هذه هي اجواء يعني لا يمكننا ان نعبر عنها افضل من ذلك.